السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في خاطر يمين الإمر والحمى والعصافير. ما شاء الله النهاردة طلع أكل حاجة، لقيت ما شاء الله الكوز اللي احنا مجوزينهم. ادي البطن الأولى بتاعتهم. دي البطن الأولى بتاعتهم يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله. ادي البيضة هي بتنقر وهي بتطلع زغلول. البيضة هي بتنقر اهي ما شاء الله اهي. ادي النقر اهو بتاعها، ادي نقر البيضة اهو ما شاء الله. الزغلول ده لسه طالع النهاردة طبعا. طالع بصحة كويسة وما شاء الله تمام. ده دلوقتي الطاقر الأحمر ده هو اللي راقد، والنتاية المطوقة السوداء هي اللي مش راقدة. ما شاء الله تبارك الله، مطلعين كويسين الحمد لله. عملية التزاوج كده نجحت كده تمام كده. ظبطنا جوز شغال تمام. هو يا جماعة العملية والله سهلة وبسيطة، غاوي أو مش غاوي تقدر تربي اليمام يشتغل عندك مفيش أي مشكلة. الجوز طبعا سهل انتاجهم، سهل مفيش مشكلة. وفر لهم المية وغرفة الحمام بتاعتهم. تلاقي ما شاء الله احلى انتاج وتلاقي احلى شغل، تلاقي يعني مفيش مشكلة خالص. قلل المسكة. مثلا بص عليهم، هي البصة اكل ومية طالما مفهومش حاجة متغيرة في الجوز، طالما بيتحركوا كده ورايحين وجايين كده مفيش اي مشكلة. خلاص سيبهم براحتهم ان شاء الله ايه يشتغلوا. مش مهم اتأخروا شوية، ممكن ما تكونش حاجة مظبوطة فيهم، مش متعودين على المكان او كده. ممكن تكون انت لسه مشتري جوز من واحد ومطلع وفائس عنده، خلص زغاليل وقلت انا هشتريه مثلا من صاحبي من السوق من المحل، تاخده من هنا وتحطه عندك. ممكن يقعد شهر ما يبيضش عندك. ليه؟ هو كده في يمامة تيجي تنقله من مكان لمكان بياخد فترة عقبال ما يتأقلم على المكان اللي هو فيه او العين اللي هي فيها او كده. فانت ما تقلقش، العملية سهلة وبسيطة. طب ليه دلوقتي مثلا الجوز الشغال برضك نقله وبيبيض بيض رايق مع انه هو شغال قبل كده؟ نحط له سنيلة يا جماعة، ودي اول مرة مثلا يكون بايض فيها في نفس المكان الجديد. ممكن يكون ما اتكسرش، ممكن تكون بيض شبع. مفيش اي مشكلة خالص، بحيث اللي هو نعذره عشان احنا لسه ايه نقلينه. لكن الجوز طالما هو اشتغل قبل كده وانت ضامنه مفيهوش اي حاجة خلاص. بيض مرة تانية بيض رايق، حط له السينيليوم. السينيليوم ده ممتاز جدا. واحط له مثلا تحديق اللي هو اللي زي البيض كده، او زي زفرة السمك كده، بيتباع عند اي عطار او اي علاف، اسمه تحديق حمام او صدف او حاجات زي كده. فبتظبط برضك معاه وتديله طاقة وتديله نشفة عظام، يعني الحاجات دي كلها مفيدة ليه. وطبعا تعالوا نشوفوا الجوز ده ما شاء الله تبارك الله. بيضة البطين والزغلول معاها اهو. ادي البطين اهو، وادي الزغلول اهو في النص اهو معاها ما شاء الله تبارك الله. برضك الزغلول كويس، بس لسه ما بقاش ياكل لوحده. طبعا بينقر كده، بس مساعدة ابوه وامه برضك ايه بيبتدي ايه ياكل. وان شاء الله اول ما يكبر كده ويشد هنبتدي ننقله طبعا، عشان بيبقى اصلا الزغاليل بتبقى غلط اللي هي ايه تقعد مع ابوها وامها البيضين. الزغلول غشيم وكده ممكن يسبب اي مشكلة، يقف على البيض يكسره، او ممكن يقف على الاب والام يكسره. تضغط على البيض وكده. دول ما شاء الله بيضين برضك، بيض اهو. لا بيضتين يا ربي ما شاء الله تبارك الله اهو. بيضة البيضتين وادي الذكر اهو. طبعا اليمام الإمري بيتميز بالحنية غير اليمام البلدي خالص. دول ما شاء الله الزغلولين شد اهم، بس لسه طبعا ما يتنقلوش دلوقتي، واكلين وشبعانين. والزغلول قاعد يعني ما شاء الله يعني ايه قاعد ثقة، يعني قاعد شبعان وتمام ومفيش أي مشكلة. وادي الأكل أهو لسه فايض قدامهم، كلوا أكلوا الزغاليل ولسه الأكل إيه فايض قدامهم. وادي جوز الزغاليل برضك ما شاء الله تبارك الله. بصوا يا جماعة معدتهم مليانة ازاي. أهم حاجة يا جماعة الأكل. أنا خلوا بالكم يا جماعة، أنا بحط لهم في وسط الأسبوع بنشف عيش، وقوم جاي دقه وقوم جاي حاططهم حطه مع الكلفة، عشان برضك ايه الكلفة وكده. ما انشف شوية عيش وادقهم ما شاء الله يعني ايه الكلفة بتصبر معايا شوية احسن ما ايه احط كلفة بس وبتخلص. يعني ايه عملية توفير برضك شوية اللي عايز ايه يساعد. وبرضك العيش حلو جدا ليهم، بيفيدهم برضك، مش وحش يعني. ولا بزود كتير ولا على طول باستمرار عشان ما يليسوش او كده. وده برضك الزغلول اهو قاعد اهو ما شاء الله تبارك الله، واكل برضك شبعان لسه يعني ايه مأكلهم من ساعة كده.
هتلاقي ايه كله ما شاء الله واكل وشبعان ولسه ايه الاكل بيفيض قدامهم. اهم حاجه يا جماعه تسيب انت لما تيجي تاكل تسيب الاكل قدامهم. حتى المجموعه اهي كله واقف اهو واكل وشبعان ومفيش اي مشكله، وادي اهو الاكل قدامه اهو. لازم تسيب لهم شويه عشان برضك ايه شويه كده تلاقي عمليه الهضم اشتغلت، ممكن ياكلوا. مش عايزهم يتشقفوا. اهم حاجه اليمامه تكون عندك صحتها كويسه، صحتها كويسه هتديك كل ما لديها من شغل وبيض وتاكيل وكل حاجه. غير كده مش هتلاقي منها ايه نتيجه. ضعفت شويه منك هتاخر معاك في البيض، ضعفت شويه منك ممكن تعيا. يعني برضك الاكل ليه اهميه ويعني وسيله جامده لانتاج البيض والزغالية. بصوا هنا برضك لسه ما شفتوش ان العين عالية. لا ما شاء الله تبارك الله، بيضة البطين اهو ما شاء الله تبارك الله. طب لو جوز شغال وباض بيضة واحدة زي ما احنا متعودين نعمل ايه؟ مفيش اي مشكلة. نحط طبعا سينيليوم ونحط قشر بيض، ننشفه وندق البيض العادي بتاع الفراخ اللي احنا بناكله. اذا كان تاكله مقلي ولا مسلوق، تقشر البيض وتحطه في الشمس ينشف، بعد كده تدقه وتحطه ايه على الاكل عادي في طبق لوحده، مفيش اي مشكلة. كان في سؤال جالي على التعليقات على اليوتيوب، بيقول لي انا عندي جوز يمام وواثق اللي هم ذكر وانتايه، بس الاتنين بيزوفوا كتير. هما الاتنين طالما انت واثق فيهم ذكر وانتايه ومتأكد جدا، يبقى مفيش اي مشكلة. هما هتلاقيهم بيزوفوا عادي، مفيش اي مشكلة فيهم، وهتلاقيهم ان شاء الله قربوا يبيضوا. انت بس ارميلهم قش وحط لهم المكان اللي هيبيضوا فيه بحيث ان هما ايه يظبطوا مكان. لكن لو مش واثق ممكن يكونوا ذكرين، ممكن واحد يضرب في التاني. يعني لو بيضربوا مع يعني الذكرين بيضربوا بعض يبقى كده ايه بيزوفوا كتير وبيضربوا بعض يبقى كده ذكرين. لو ذكرين بيزوفوا، خدوا بالكم بقى من الحتة دي، بيزوفوا يبقى هما الاتنين ايه ذكرين وعاشقين بعض. طبعا مش هيبيضوا خالص طبعا، ولازم ايه تكتشف الحوار ده بسرعة. شوف الذكر وشوف النتاية حنينين تلاقيهم بيزوفوا على بعض، تلاقي واحدة قليلة عن التانية، تلاقي الزوفة بتاعت النتاية أرفع من الذكر تلاقي بيزوف ليل مع نهار والزوفة بتاعته خشنة، غير النتاية بتزوف زوفتها ايه خفيفة. فانت برضه تتأكد من الحوار ده بحيث ان انت ايه تنجز. إذا كان ذكرين تجيب تبدل أو تجيب نتايتين، مثلا ذكر ونتاية تظبط لهم القفص بتاعهم والعش بتاعهم بحيث ان انت ايه تاخد انت. في اي سؤال في اي حاجة اكتبولي في تعليق، ان شاء الله نتواصل مع بعض وشكرا لكم وشكرا على اهتمامكم وشكرا على اسئلتكم الجميلة. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، نوصل كل جديد وكل معلومة ان شاء الله بأمر الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.